وباسم مكتب الشهداء. وتم شراء هذه الأراضي من البلدية على أساس سعر الشراء للقطاع العام، وهو بين 12,000 ليرة و13,000 ليرة سورية. لكن بالتعاون مع البلدية قام بشراء هذه الأراضي بسعر المتر الواحد حوالي 1800 ليرة سورية، ما يعني خسارة البلدية أموالا ضخمة نتيجة لذلك. ثم قام مع كل من خالد وشقيقه إياد وسيف الدين ووديع المحامي مروان وآخرين بالتجارة بهذه الشقق، مستغلين أسماء أسر شهداء أحيانا وبيعها بشكل مباشر أحيانا أخرى لأشخاص من خارج أسر الشهداء. باختصار قاموا بالنصب والاحتيال وتوزيع هذه المساكن لحسابهم الشخصي وعلى أشخاص من خارج أسر الشهداء، ودون أن يملكوا أي وثيقة شهادة لأحد ذويهم. كما ضغطوا على بعض ذوي الشهداء بمختلف الضغوط المادية وغيرها لإجباره على التنازل عن مسكنه. وقام بعد ذلك ومعه مجموعة من الأشخاص ببناء عقارين وبدون تراخيص نظامية. فكان البناء في بداية الأمر 5 طوابق، وبعد أن انتهى من بناء ال5 طوابق قام بتدعيم البنائين وإشادة 3 طوابق إضافية مخالفات بناء طبعا، وبلغ عدد الشقق بالنتيجة 64 شقة في البنائين. وإكمالا لعملية النصب والتجارة قام مكتب الشهداء ومن معه وجماعته بتسجيل هذه الشقق كحصص سهمية وكأنها مخالفات بناء، أي قام بنقل الملكية بهذه العقارات ال3 على شكل أسهم مثل مخالفات البناء، ما يجعلهم مالكين على الشيوع للأراضي من دون تحديد الشقق المخصصة بالذات، ما يعني أيضا أن الأشخاص كثيرين وبشكل أسهم، ما جعل المالكين أكثر من عدد الشقق، وخاصة المالكين من خارج أسر الشهداء. ونتيجة لهذا التوزيع العشوائي للشقق والمبني على مصالح شخصية غايتها الربح، أدت إلى حدوث خلافات ومشكلات كبيرة بين المكتتبين على هذه الشقق، وخاصة بعد أن أصبح عدد المالكين بهذين العقارين يفوق عدد الشقق المبنية، وأدى ذلك إلى التنافس بينهم على ملكية هذه الشقق، مدعيا كل منهم بعائدية الشقق إليه كونه مالك بالسجل العقاري، وكون بيان القيد العقاري لم يحدد فيه رقم الشقة ووصفها. إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من المسجلين بهذه المساكن من خارج أسر الشهداء على أساس أنهم مشترين من أسر الشهداء عن طريق مكتب الذي قام أولا بتسجيل لمجموعة من أسر الشهداء بهذه المساكن تمهيدا لإرغامهم بالاحتيال والترغيب أو التزهيد على بيع أسمائهم بهذه المساكن، وبالتالي وقعوا ضحية هذا النصب كونهم فقدوا فرصة الاستفادة من مسكن بسعر زهيد. وتحدثت مصادرنا أيضا أنه بعد أن قامت النيابة العامة باللاذقية بفتح التحقيقات تم إيصالها إلى درجة كبيرة من التقدم، وتم إبعاد وشركائه بالنصب نهائيا عن المشروع وعن ذوي الشهداء، وتم إيقاف العمل بالمشروع، وتم تشميع جميع الشقق والمحضر قيد الإنشاء أيضا تمهيدا لتسوية وضعها. وأشارت المصادر إلى أن بلدية اللاذقية كان من المفترض ألا تسمح بالبناء دون وجود رخص نظامية، وأنه تم إرسال كتاب من بلدية اللاذقية لتحديد صلاحية البنائين للسكن، وحتى تاريخه لم تصل النتيجة كون التحاليل بحاجة إلى رسم لا يتم دفعه ويقدر بمبلغ حوالي 1,000,000 ليرة سورية على الأرجح. يشار إلى أن كل البيانات التي تم ذكرها موجودة بالوثائق، وأن مصادر أفادتنا بأسماء جميع ذوي الشهداء الذين قدموا ادعاءات بهذا الخصوص. إذن صفاء يمكننا أوجزت لنا بشكل عام تفاصيل التحقيق، وأيضا التحقيق الذي أصبح قضية اليوم، قضية أمام القضاء السوري. سنستقبل اتصالاتكم منذ هذه اللحظة لنستمع أكثر لآرائكم من تعرضوا لهذه العملية، لعملية الاحتيال كاملة. وكما لاحظتم في التقرير شام اف ام قامت بإغفال أو عدم بث الأسماء المتورطة بشكل مباشر. نرجو من كل من سيتصل بنا خلال هذه الساعة عدم ذكر أي أسماء. الاتصالات مفتوحة منذ الآن، كما بإمكانكم المشاركة عبر صفحة شام اف ام على الفيسبوك. معي أول اتصال من
سيد مضر شقيق الشهيد هابيل أنيس. سيد مضر تفضل. بالنسبة للشهيد هابيل أنيس ديوب، الشهيد استشهد بدرعا بالجامع العمري تابع للجيش للأمن العسكري، وبتوقع يعني هو أول شهيد بسوريا بيكون هابيل ديوب. وقت اللي اجت الشهادة ونالا وبلغونا بالأمر هذا قلنا إن شاء الله بيكون آخر شهيد، وما أخذنا وعطينا بالموضوع وجابوا لنا إياه وتم الدفن وتكريم الشهيد وكرموا من القيادة تبعه من السيد الرئيس وإجت المنح والمعونات. بالنسبة لقصة الشقق نحن قالنا مكتب الشهداء هون في جمعية للشهداء بدها تصير لأبناء الشهداء. قلت له أنا أخوه ساكن بالبلد وما عندي بيت يعني أسكن فيني أتخصص ببيت عن طريق الشهداء باسم الشهيد. قالوا لي ايه فيك تسجل بس تكون موافقة يعني من الأسرة إنه البيت يطلع إلك أو للأسرة ككل. قلنا لك عن شو الإجراءات؟ قال هلا بتنيم مصاري بالبنك، يمكن طلبوا 200,000 وقتها نيمت أنا 100,000. فقلت على القليل بيكون إلي اسم، ومن أوائل المكتتبين أنا بالجمعية لأنه أنا كنت مسجل بجمعية تانية، فقلت طالما هي عن طريق الدولة وعن طريق الشهداء فما راح يتأخروا علينا بالشقة. سحبت المصاري من الجمعية الثانية 100,000 من الجمعية الثانية وجيت سجلت فيها بالشهداء. فالوضع راح هيك فترة منيحة لبين ما بلشوا بالشغل بالشقق وطلعوا فيها، صاروا يشتغلوا فيها. قال بدكن تدفعوا مبلغ لأنه هي على أساس كان البنك هو يمول المشروع البنك العقاري، فما مول المشروع البنك العقاري. قال بدكن تدفعوا مصاري. رحنا دفعنا، رجعت دفع ثاني 400,000. كنا نسلم الإيصالات لمكتب الشهداء، فهذا اللي خلانا يعني مطمئنين انه ما نتعامل نحن مع دولة، ما نتعامل مع شخص. بنتفاجأ انه بيقولوا لنا انه الوضع صار بايد الجمعية. لك شو الجمعية؟ قال الجمعية دول الزراعة. لك يا عمي نحن ما نتعامل مع المكتب هون، شو بدنا بالجمعية؟ قال صارت علاقة الجمعية المكتب ما بقى له علاقة. فصرت اتردد انا على المكتب، احيانا مسكر، احيانا ما حدا موجود، احيانا هي وتغير كان بالطابق ارضي صار طابق ثاني ولا مكتوب جمعية ولا مكتوب شيء. طيب عينت انا، طيب انا لا معي دفتر جمعية. انا بالجمعية الماضي كان في دفتر جمعية، كان في اجتماعات يطلبوني على الاجتماع، بدنا نحدد عضو بالجمعية، بدنا نشيل عضو من الجمعية، بدنا نحط امين سر، بدنا نغير شيء بالجمعية، بدنا نوزع شقق للأولوية للمكتتبين الأوائل. كل هالأمر هذا ولا معي شيء غير إيصال البنك. رجعوا بعد فترة وصلت لواحد من الجمعية انه يا اخي شو الوضع، انتم ما توزعوا الشقق وما تبيعوها؟ قال والله بدكم تدفعوا شيء 500,000 على اساس ب1,250,000 الشقة، صارت ب1,500,000. رجعوا صاروا بالاخير ما بقى كنتروا على الجمعية، صارت تسمع حكايات بدل 2,000,000 بالشقة. فعينت انا شو الاسلوب النصب هذا؟ على كل قلت ما راح بقى ادفع. المهم التقيت بهذا في شخص من الجمعية، الأساس هو من الإيصالات والأمور عنده، بيقولوا له سيف الدين دوجة بدون أسماء إنه خيو أنا دافع إيصال مبلغ يمكن 250، المبلغ الكلي أنا دافعه 750. قلنا له هاي الإيصال، حتى أعطيته هو بالشارع يعني. قال لي الجمعية مسكرة يعني أفي حدا هلاق بتفتح للسبعة بدري بتفتح. قلت له بجوز ما تفتح لأنه بجوز ما تكونوا فاضيين. شو الوضع؟ قال لي والله هسه بدك تدفع، تنطوب لك ايه تنطوب لك اسهم. وين بدك تطوب لي هني؟ قال بالمشروع الجديد. طيب هذا المشروع شو وضعه؟ قال هذا توزع اللي دفع اخا. قلنا له قال والله هسه بدك تدفع. قلت له منا بدفع، انا بدي ادفع تاسكن من ستر انا وعائلتي واولادي، ما ضل عندي شيء تبيعه غير عائلتي واولادي، ببيعين بقى مالي بقى بحاجتي لهي، بعدين بيطلع لي شقه ولاني بقى بحاجتها. المهم قال والله هيك الوضع. حملنا حالنا وطلعنا لعند على المكتب تبعهن. بالصدفه بيكون في هذا تبع الجمعيه اسمه راقي عمار، بالصدفه بيصدفوا هونيك بالمكتب. فقال تفضل امر. قلنا له انا اخو الشهيد هابيل ديوب. قال اهلا وسهلا. قلنا له بدنا بيت بالجمعيه. قال والله ما بيطلع لك انت اخوه، ما بيطلع لك، وهلا بقى في تسجيل. قلت له هو عميد العميد. قلت له ضحكت انا، قلت له انا مسجل اول واحد بالجمعيه. قال
كيف مسجل؟ وقلت له أنا مسجل ودافع 750,000. عين شال هالوراق القدام ونكش، قال ما له اسم، دوروا له اسم، فاتوا على الكمبيوتر، فاتوا على الأرشيف، على المصنف تبعي، فلاقوا الضارة فيها إيصالين. أنا اللي دافع بالشهداء اللي بمكتب الشهداء، الإيصال الدافع عندي، الإيصال الثالث اللي هو يمكن بقيمة 250,000 ما هو عندي. قلت لهم طيب وين باقي المبلغ، وين الإيصالات؟ قالوا والله ما بعرف. لمن أعطيته أنت؟ قلت له أعطيته هو لسيف الدين دواجه. قال بيقول لسه بحطه بعدين بيجيبه. قلنا له شو العمل هلا؟ قال خلص صور لنا الإيصال اللي معك وبحطه قلت له كمان بيمشي الحال. صورت لنا الإيصال اللي معي اللي جايبه أنا من البنك ورجعت اعطيته وين. قال والله نحن على أساس نعطيك لأنه في عندي كمان خي صهري زوج أختي شهيد. قال والله نحن كنا مفكرين نعطيك شقة أنت وأختك مع بعض. كيف؟ قلت له ليش أختي مسجلة باسم زوجها شهيد وانا ما مسجل باسم خي، كيف بدكم تعطونا شقه؟ بعدين لو بدكم تعطونا شقه طيب الشقه بعتوهن، انا دافع 750 واختي دافع 1,000,000 ليره، بيطلع لنا شقتين للدفع. قال ما هذا وضع ما بيعرفه هو هذا الموظف. قلنا له خي كتر خير كيف. فعينت انا، رجعنا قلنا هلا مساله العميد راغي انه شو الوضع هلا؟ قال خي ادفعوا وبنعطيكم بالمشروع الجديد، هلا عم تدفعوا بنطوبلكم اسهو وبس طلع المشروع نعطيك بالهي. فانا ما كتير عجبني هالحكي، عادي حملت حالي، قلنا لن يعطيك العافيه وتركتني وضليت ماشي. واذا اطلعتوا على الإطبارة، انا كاتب الحكي بالإطبارة تبع الدعوة. بالنهاية بدي اضيف لك شغله، تفضل. اللي ما شبعان مع تراب الارض كله ما بيشبعه، وبياك له لدم الشهداء. بعتقد فيه الله بياخذ الحق. شكرا لك أستاذ مضر شقيق الشهيد هابيل أنيس. بس بدي أذكر يا ريت ما يعني بدون ما نذكر أسماء لو سمحتوا، بنعرف جرحكم كبير وبنعرف اللي مريتوا فيه كبير، يعني عم نحكي لساتنا عن عائلات شهداء، بس رجاء بدون ذكر أسماء. وبذكر كمان أنه كل الاتصالات اليوم خاصة حول هذا الموضوع تحديدا على 1923 و662 8300 و17 فيكم تتواصلوا معنا مباشرة على الهواء. بس بهذا الموضوع عم يخبرني مهند انه عم يجي اتصالات على مواضيع اخرى. فقط في هذا الموضوع اذا حابين عندكم معلومات حابين تشاركوا فيها بهذا التحقيق اللي عم يبث على الهواء مباشرة، يا ريت تشاركوا معنا سواء بالاتصال او على صفحة شام اف ام على الفيسبوك. بنذكر إذن بالموضوع الأساسي اللي عم نحكي فيه اليوم، وهو تعرض حوالي 100 عائلة من عائلات الشهداء في اللاذقية لعملية احتيال مختلفة المبالغ المادية. كل عائلة عندها مبلغ تم الاحتيال عليها من خلاله بمكتب الشهداء باللاذقية. اتصالاتكم لسه عم نستقبلها على 1923 و662 317. معي زوجة الشهيد يامن سمر معنا. سمر تفضلي. أنا اسمي سمر هيثم محمد. أهلا وسهلا. زوجة الشهيد الرائد يامن صلاح يوسف. أهلا وسهلا. استشهد بالعتيبي بريف سكة. كان طالع مؤازرة بالغوطة، استشهد على الدبابي وهو عم يرش المسلحين. عمره 33 سنة. هو على شهر كان صار رائد. أنا ما كنت ولداني، ما كان إلي شيء أسبوعين، عنده صبي وبنت. هلا نحن انه كان كثير الطرق سيئه، واذا واحد بده يعمل ورقه اكيد بده يحمل روحه على كتفه لحتى يروح على الشام. انه انا كنت ولادي وكنت اخذي استراحه من دوامي بالشام. لما رحنا على الشام لنعمل اوراق، مهم انه عملناها بالعذاب وبين الورق والطلعات والنزلات. طلعت مستحقات الشهيد الله يرحمه انه طلع لنا دار الايتام مثلا مبلغ، وطلع لي انا 250,000 ليرة من دم الشهيد. نحن انه سمعنا هلا ابن عمه شهيد الله يرحمه كمان استشهد بجسر الشغور اول الاحداث. فسمعنا انه من زوجة شهيد ابن عمه انه عم يسجلوا على شقق سكنية بمكتب الشهداء. فقلنا له انه وين ما يسجلوا، قالتنا انه مستلمج مكتب الشهداء واحد اسمه راقي عمار وعم يسجلوا على الشقق السكنية مكتب الشهداء. قالتنا انا والله سجلت لنا اولادي. قلت لها لكن نحن والله رايحين نسجل بما انه جمعية خاصة بأسر الشهداء. فلما رحنا لعندهم قالوا لنا اول شيء ادفعوا بحساب البنك العقاري
اول شيء مبلغ دائما لازم يكون 500,000 ليرة. نحن رحنا اول شيء قلنا لهم وين الشقق، فدلنا واحد اسمه ابو حيدر، سيف يمكن اسمه. طيب قلنا هو اسمه ابو حيدر بس اسمه اللزم يعني اسمه سيف ما طيب. بعرف والله. قلنا اخذنا شقق مبنية وقلنا انه هون بدي خصص لكم شقة تدفعوا اول شيء مبلغ 500,000 بالبنك العقاري ونحن بنأتمم المعاملة. نحن اول شيء مشان نتأكد رحنا على البنك العقاري قلنا لهم في حساب لأسر الشهداء، فقالوا لنا ايه في حساب رقمه كذا. نحن سألنا شو رقم الحساب، قالنا ايه هذا هو نفس الرقم. فنحن اطمنا انه هي جهة الدولة. رحنا دفعنا، ثاني يوم رح على اساس طوب لنا اسهم، بس انه اللي طوب لنا اياها الاسهم انه ما بتعادل شقة وبمنطقة غير اللي قلنا عنه انه ما في بناء. نحن دلنا انه عبناية فيها شقة، هيك صار والله فينا. فنحن دفعنا المبلغ وعلى اساس نحن كلنا علمنا انه نحن طالعت لنا شقه طاب وهيك. بعدين شو بنتفاجئ انه بيحكوا معنا بيقولوا لنا نحن بشكل روتيني بهالمكتب بنوقع اسر الشهداء على تعهد، اذا ما دفعوا كامل مبلغ بتنازلوا لاسره شهيد ثاني. نحن على اساس قلنا دم الشهيد الله يرحمه بندفعه بناخذ شقه لان نحن اجينا من بيوت عسكريه انه ما عندنا بيوت. قلنا خلص انه رح يسلمونا شقه. رحنا وحياة الله انه دفعنا المبلغ، دفعنا يعني هي 500,000. انا والله المصاري اللي طلعوا لي لانه اولادي مصريات من دار الايتام وبعت كم غرض لحتى انه كلها يعني بيت، احنا اجينا ما عندنا بيوت. بعدين انا والله صاروا يحكوا معنا انه لازم ندفع المبلغ وانه كذا، انا ما دفعت لانه ما في ترخيص اصلا والله وهيك. بعدين نحن انه بشكل عام طلعت مو مشكلتي لحالها، طلعت مشكلة اسر زوجات الشهداء كلياتها اللي مسجلين على اساس شقة لسكن الشهداء. ونتفاجئ انه عم ينصبوا علينا ويحتالوا. شكرا لك السيدة سمر، ايضا زوجة شهيد. شكرا لكل هاي المعلومات. برجع بذكر انه رجاء يعني اللي عم تتصلوا فينا على الهواء مباشرة بدون ذكر اسماء لو سمحتوا. برجع بقول بنعرف جرحكم كبير لكن بدون ذكر اسماء. اتصالاتكم على 1923 من اي موبايل، 628 317 من اي تليفون ارضي. معي المحامي الاستاذ جهاد الضرف. صباح الخير استاذ جهاد. صباح الخير يا هلا. اهلا وسهلا فيك عبر شامع FM وبهذا التحقيق الخاص اللي عم نقدمه. حضرتك حسب ما فهمت يعني تم توكيلك من قبل عائلات الشهداء. بعرف انه القضية لا زالت في المحاكم بس بما يسمح يمكن الشرط القضائي اذا صح التعبير، شو المعلومات اللي عندكم؟ اولا الرحمة على ارواح شهداء الوطن الغالي والشفاء العاجل للجرحى، وذوي وابناء الشهداء امانة في اعناقنا وواجب وطني ومهني واخلاقي. انا لست وكيلا عن أسر الشهداء. أولا بصفتي محامي وعضو مجلس فرع نقابة المحامين في اللاذقية حضرت تحقيق مع أحد الزملاء يتعلق بسكن ذوي وأبناء الشهداء. أيوة. وقد لاحظت أن حقوقهم مهددة بالضياع والاستغلال، ووضعت السيد المحامي العام السابق الأستاذ سهيل إبراهيم بصورة الوضع. فتعاملت مع الموضوع بكل وطنية وشفافية، وكلفت أحد السادة القضاة بالنيابة العامة لمتابعة الموضوع وإيصال أسر الشهداء إلى حقوقهم. وقد قمت بلقاءات مع ذوي وأبناء الشهداء واطلعت على الوثائق الموجودة لديهم، وتبين لي فيما يلي. أولا تم تخصيص 3 عقارات لذوي وأبناء الشهداء في محافظة اللاذقية بطريقة غير قانونية. 2 تم بناء عقارين وبشكل مخالف للأنظمة ويعرض للسلامة العامة للخطر، لأنه الترخيص وهو غير كامل على أساس 5 طوابق، فتم إشادة 5 طوابق ثم بناء 3 طوابق أخرى. وهذا يحتاج إلى دراسة فنية فيما إذا كان البناء سليم بهذه الزيادة أم لا. 3 لاحظت تم الاكتتاب على الشقق بشكل عشوائي ومخالف للأنظمة، حيث لم يتم تحديد ثمن الشقة ولا التكلفة، وتم تسجيل المستفيدين بحصص سهمية دون تحديد الثمن وبشكل متفاوت، ودفع أموال متفاوتة وتسجيل حصص سهمية متفاوتة أيضا.
هون في نقطة كثير مهمة. طبعا يجب أن يكون هناك اكتتاب على شقق وليس تسجيل على حصص سهمية. ولاحظت من خلال ذلك أنه عدد المكتتبين على الشقق يفوق عدد الشقق فيما إذا تم بناء 3 عقارات. بس اسمح لي استوضح نقطة بس منك أستاذ جهاد قبل ما تتابع. لما أخصص باكتتاب يعني أخذت شقة فعليا، بس لما أخصص بأسهم شو بيكون؟ ما هون المشكلة. في عقارين إذا سجل باسم مكتتب 75 سهم بحسب عدد شقق بيطلع له شقة. تم اكتتاب لبعض الناس 75 سهم وتم تسجيل 4 أسهم فقط. ايوه هون في مشكلة. يعني حسب الأسهم اللي عندي يا باخذ بيت يا ما باخذ. ما بيطلع له لأنه بدك تقسم عدد الشقق على 2400 سهم بده يطلع عدد شقق. صح. أما لما بتكون 4 أسهم ما راح يطلع له شقة بشكل قانوني. هي ما أحكي أنا. لكن في عندك العقار الثالث بحسب عدد الشقق، طبعا هذا غير مبني. يجب أن يكون المكتتب 28 سهم. هناك أكثر من 10 مكتتبين 0 من السهم. هذا بغض النظر عن المبالغ اللي دافعينها؟ المبالغ المدفوعة بشكل عشوائي. ناس دفعت 100,000 وسجلت، ناس دفعت 1,000,000 ولا يتم تسجيلها بأي سهم. يعني في مغالطات كثيرة. طيب أستاذ جهاد، شو دور مكتب الشهداء باللاذقية بكل ما حدث؟ بس حطك في النقاط الأساسية للأخطاء. تفضل. تم الكتاب على شقق من غير ذوي الشهداء ومن أشخاص أصحاب نفوذ مع الأسف لحماية المرتكبين. تم الكتاب من قبل بعض ذوي الشهداء من خارج محافظة اللاذقية، وهون أنا بشوفها لعبة كبيرة. هذول طبعا مع احترامنا لكافة ذوي الشهداء ولكل شهداء الوطن، ما راح يجي ابن غير محافظة في مدينة اللاذقية. شو عملوا معه؟ عملوا معهم عقود، كتبوا على أسهم، عملوا معهم عقود بيع وبشكل مخالف للقانون. طبعا ما أحكي وثائق موجودة بالنيابة العامة. هذه العقود تتضمن اسم البائع فقط، الشاري ما موجود، متفق عليه، وباصن البائع يعني اسم شهيد من خارج المحافظة، وتركوها. لما بيجيبوا بده يحطوا اسم أي واحد بده بيملأوا العقد وبصير التنازل. فهيدي ناحية خطيرة كتير كتير. بعدين لا يوجد في مكتب الشهداء، نحن راجعنا مكتب الشهداء وبشكر رئيس المكتب الجديد، وحصلنا على كتاب وبعض كتب إلى الجهات المعنية بأنه لا يوجد أي يعني في مكتب الشهداء طبعا أي سجلات تتعلق في هذا المشروع، ولا يوجد أي حسابات لهذا المشروع. ويكون بعض ذوي الشهداء بمراجعتهم ما عندهم أي جواب قانوني لأنه لا يوجد له أي أساس هذا المشروع، مثل ما سمعنا باتصال من شوي. نعم. أغلب المكتتبين اكتتبوا في مكتب من خارج مكتب أسر الشهداء. في ناحية خطيرة أستاذ كتير كتير. في بعض أسر الشهداء دفعوا أموال طبعا في المصرف العقاري على أساس أنه لأسر الشهداء، طبعا تم سحب هذه الأموال. وفي بعض أسر الشهداء باعت من عندها أراضي، باعت ودفعت ولم يتم تسجيل أي سهم باسمه. طيب أنا بس لحتى يعني نكسب الوقت أستاذ جهاد، المتورطين في هذا الملف بالكامل قديش عددهم وأين هم الآن؟ طبعا هون طبعا بعد اللي حصلنا على هذه الوثائق تقدمنا إلى الجهات المعنية بهذه الوثائق، وهون أنا يعني بتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة لهذا الوطن الغالي التي عملته بأقصى سرعة وشكلت لجنة، وهناك لجان في إذن الله لإيصال ذوي الشهداء إلى حقوقهم. وأنا من هون ومن خلال إذاعتكم الكريمة أطمن كل ذوي وأبناء الشهداء بأنه حقوقهم ستصل بأسرع وقت ممكن.
بس ما عم تقلي قديش عدد المتورطين بعد إذنك؟ والله عدد المتورطين بده إحصاء بعدد المكتتبين، لكن بتطلع في متورطين. أولا المتورطين يمكن بال20 شخص على الأقل. وينهم؟ هل هم تم توقيف البعض يعني البعض الآخر لا، والبعض الآخر طبعا سينالون العقاب بإذن الله. هناك إجراءات أخي العزيز، هناك إجراءات تقوم بها اللجان المخصصة لهذا الموضوع. طيب أستاذ جهاد، يعني أنا مقدر، بس عندي سؤال. هل هناك بعض المتورطين من المسؤولين من الضباط؟ بقول لك أنا من أصحاب النفوذ. نعم هناك متورطين وأصحاب النفوذ، ما فينا نحدد أكثر متورط، لكن أصحاب النفوذ في هذه المحافظة وغير هذه المحافظة مع الأسف الشديد. عم نحكي عن 100 أسرة على الأقل، 100 أسرة شهيد. أخي العزيز، يعني العدد أنا ما فيني، تعرف لازم يكون في مصداقية في القول، أنا ما فيني أعطيك العدد، لكن أعداد كبيرة، والتقيت بأغلب أسر الشهداء، وأنا من خلالكم بدعي كل أسر شهيد متضررة مراجعتي، وأنا مستعد للقيام بواجبي وبدون أي مقابل، لأنه هذا واجب وطني وأخلاقي ومهني. يعطيك العافية. سؤالي الأخير لو سمحت، اللجان وأنت قلت بأن الحقوق ستعود إلى أصحابها، هناك تخوف كبير، وبالذات بما أنه في قسم من المتورطين في الخارج وقسم أصحاب نفوذ، هناك تخوف لدى هذه العائلات. وبتعرف أغلب شهداء سوريا هم الفقراء، ومثل ما قلت ناس باعت بيوتها وناس باعت ذهبها وناس باعت قطعة أرض. هناك تخوف من أن لا تعود هذه الحقوق إلى أصحابها من خلال مماطلات، ومن خلال تحايل جديد على القانون، ومن خلال قتل هؤلاء الشهداء للمرة الثالثة يمكن إذا صارت. هل لديك هذه الخشية أستاذي؟ أخي العزيز، أنا ومسؤول عن كلامي، لأنه التقيت في باللجنة المكلفة لهذا الموضوع، وهي بصدق قمة في الوطنية وفي الأخلاق وفي الإخلاص، وهذه اللجنة شكلت على أعلى المستويات، وأنا واثق وأنا اطمئن وأنا مسؤول، بعتبر حالي مسؤول في هذه المسؤولية، بأنه كل حقوق أسر وأبناء الشهداء ستتم بأسرع وقت ممكن. لكن عندنا فعلا يعني أخي العزيز خطتني في صورة، الصورة هي أنه أغلب أسر الشهداء بهالمحافظة اجوا من محافظات ثانية، بتعرف إن كانوا ساكنين مثلا في دمشق أو في خنصوة مع الشهداء الله يرحمهم، اجوا استأجروا، في منهم ساكنين عند أقربائهم، حطوا هالأموال. طبعا هون نحتاج إلى السرعة، والسرعة الكبيرة كتير كتير، وأنا بدي كرأي طبعا يجب تشكيل لجان إدارية، لأنه القضاء تعرف يمكن ياخذ وقت كبير، وبالذات كمان وبالذات اسمح لي أستاذي أكد لي أو انفي لي، أو إذا بدك لا تعلق، بالذات أنه بعض المتورطين مسؤولين أصحاب نفوذ مثل ما سميتهم لا زالوا على رأس عملهم. نعم. طيب يعني عم نحكي عن طرف صاحب نفوذ على رأس عمله بمكان يمكن يكون حساس، وعن طرف آخر من النزاع هو فقير معتر وعنده شهيد. لكن في منهم أصحاب نفوذ توصيفهم. أخي العزيز في إجراءات طبعا. أنا كمواطن عادي بقول أنا لازم فورا يتم كذا، لكن هناك إجراءات. طب أستاذ جهاد خليك معي لو سمحت، لأنه معي اتصال بعد إذنك، خليك معي، بعتذر كتير. ألو الخير. أهلا وسهلا. أهلا، معك خلود. أنا بدي شارك بالمداخلة اللي طالعة هلا بالنسبة للموضوع اللي حضرة السيد اللي عم يتحدث فيه. هذا الموضوع كله كذب يتعلق بموضوع اسمه شخص اسمه حسن الجريعة اللي قام بدون أسماء بعد إذنك. بعد طيب اللي قام بشراء أهالي الشهداء، دفع مصاري لإلهم، وفي إثباتيات بهذا الموضوع. شو يعني شراء أهالي الشهداء؟ يقدموا دعاوي ضد الشخص اللي هو كان مستلم الجمعية، والجمعية عبارة عن جمعية كانت اسمها جمعية الغدير من 4-5 سنين. لما صارت الأحداث بسوريا قاموا دعوة على تغيير اسم الجمعية إلى جمعية الشهداء خاصة بذوي الشهداء، وكل الناس بتعرف بهذا الموضوع.
وصارت باسم الشهداء، وفي عبارة عن حسن جريعة اللي هو بدون قاتل. اسماء بعد اذنك بدون اسماء وصفات كمان. لا مشكلة، بعد اذنك. لا عم بدك تعملي لي مشكلة بدون اسماء. بكفيني اسماء اليوم. في وثائق وفي محامي خاص بالجمعية يطلبوا المحامي يطلبوا الوثائق والثبوتيات بعدين يحكوا بهذا الموضوع. طب خلود، انا فهمت منك يا خلود، انت عم تسمعينا من اول حلقة؟ أنا لا، ما إجيت من أول الحلقة. طيب. لأنه كان الكهرباء في ناس اتصلت مثلك، وطبعا هذا حقك إنك تقولي رأيك، بنرحب فيه بهذا التحقيق الخاص اللي عم نفتحه اليوم. لكن في ناس اتصلت وعم تحكي اللي صار معها من أهالي الشهداء. خلود يا ريت ترجع تدقنا. أستاذي تفضل أستاذ جهاد. أولا أنا بالنسبة للأخت الطلعت بتمنى انه يكون في لياقة بالكلام، وخاصة انه مباشر تقول كذب، فهذا شيء انا برفضه تماما. اثنين، انه عم تجيب اسمه حسن جريعة، والله العظيم انا لا بعرفه لهالشخص والله، ولا بحياتي التقيت فيه والله، ولم يرد اسمه في اي وثيقة موجودة في هذه الوثائق. اذا كان هناك امور خاصة بينه وبين هالشخص هذا، بس ما بتستعرضوا بهالطريقة اللي مزبوط. والرد محفوظ لأي اسم ورد اليوم من الساعة 12 لهلأ للأستاذ حسن أو لغيره من الأساتذة اللي مرقت أسمائهم، حق الرد محفوظ للجميع. أستاذ جهاد، بدي أقول لك شكرا كتير على هاي المعلومات وعلى جهودك بهذا الملف، واسمح لنا نضل نتواصل معك بالأيام اللاحقة لنعرف آخر التطورات. شكرا كتير لك. بس تعليق صغير تفضل. إذا سمحت. تفضل. أنا إلي رأيي إنه الإسراع بتشكيل لجنة لدراسة إذا البنائين العقاريين صالحين أم لا، لأنه هيدي بكرة وقت التسليم بصير في ممكن اللجنة تقرر هدم البنائين. اثنين، أنا بتوجه لكم بالشكر ولكل الأخوة المستمعين، وعاشت سوريا بإذن الله موحدة منصورة، وشكرا لكم. شكرا لك الأستاذ جهاد الظرف المحامي، حدثنا من اللاذقية، مطلع على تفاصيل هذا التحقيق أو هذا الملف الذي تطرحه اليوم شام اف ام بشكل تحقيق خاص. اتصالاتكم على 1923 أو 662-8317. سنعود مع المزيد من الاتصالات والمزيد من المعلومات بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. كانت تتلو دعاءها كل فجر للقائه، وعندما حان اللقاء جاءها مسجًا بالعلم شهيدا جميلا. أهكذا يكون جزاء الشهيد؟ بكرة انت وجاي رح زين الريح، خلي الشمس مرايي والكنار يصيح، وجمع ناس وعلق واص بكل الشارع ضو حكايي. بكرة انت وجاي، انت وجاي يا حبيبي. أهلا بكم من جديد في استوديو الشام. واليوم شام اف ام تقدم تحقيقا خاصا من اللاذقية حول قضية شائكة للغاية تتعلق بأسر الشهداء الذين قضوا في سوريا منذ عامين حتى الآن. هذه الأسر تقول إنها تعرضت لعملية احتيال ونصب من مكتب الشهداء في اللاذقية بعد أن قيل لها أنها ستستملك شققا سكنية في مشروع سكني خاص بأسر الشهداء. باختصار، هذه العائلات قدمت مبالغ كبيرة، ونتج عن ذلك أن لا مشروع ولا شقق سكنية ولا اكتتاب. هذا طبعا بخصوص مدير مكتب الشهداء السابق. هم يتهمون مدير مكتب الشهداء السابق، كان ليس الحالي، كان أيضا معنا قبل الفاصل محامي من اللاذقية والأستاذ جهاد الظرف، ومطلع على تفاصيل القضية. قال لنا إن ما يقارب 20 شخصا قد تورطوا في هذا الملف، بعضهم فعلا تم إلقاء القبض عليه، بعضهم لا، أصحاب نفوذ، مسؤولين وشخصيات نافذة متورطة في هذا الملف. عدد الأسر التي تعرضت
تعرضت لهذه العملية يصل حسب ما وصل لشام اف ام إلى حوالي 100 أسرة من شهداء، من عائلات شهداء. معي أحد أقارب الشهيد كنان خزامة. لو سمحت أهلا وسهلا فيك باتصالك. بدي أذكر قبل ما ناخذ الاتصال، لو سمحتوا شام اف ام اليوم لا تتهم احد، لا تقولوا لنا اسماء، قولوا لنا شو صار معكم. ما بدنا نتهم حدا وما بدنا اي اسماء من اي نوع. في حال ورد ذكر اي اسم خلال الوقت اللي مضى من الحلقه فحق الرد محفوظ. اذا احد اقارب الشهيد كنان خزامه لو سمحت، شو ظروف استشهاده اولا وتاريخ استشهاده وشو اللي صار معكم؟ كنان محمد خزامة بين درعا والرمسين، تل شاب ب 30/7/2012 عمره 24 سنة. هو انا ما بعرف، قال لي خيو سجل انت بيت وخلال يعني 5-6 اشهر بسلمك اياه. قلنا له قديش المبلغ؟ قال لي المبلغ يعني بيكلف شي 1,100,000 1,200,000. قلت له والله ما معي. قال لي دبر حالك. طلعنا دم الشهيد الله يرحمه الشهيد، طلعنا 1,000,000 ليرة ودفعناه. قال لي نقي اي شقة، نقينا الشقة الثالثة. تفاجأنا جاي واحد اخذ الشقة الثالثة، تفاجأت جاي واحد بدالي وحطني انا يوم، حطني بالرابع، يوم بالسابع، يوم بالثاني. ما بعرف يا عمي ما تعذبونا انتم يا اخي، ليش بلا هالشغله كلياتها ما بدنا اياها. والله عذبتونا كثير. قال لي خلاص انت تكرم معك كل شيء ويوصل لك حقه. والله قال لي لانه اول واحد سجل بجمعي انا. قلنا له سيادة اللواء انتم وعدتنا الاساس في الطابق الثاني الشقه الاولى. قال لي خلص تكرم عينا، خلص ما حد يهدى غيرها، لانه هو مطوب باسمنا 75 سهم. 75 سهم. طب شكرا لاتصالك. يعني كمان حضرتك عم تقول انك حسب معلوماتك اول مين سجل بالجمعية. كمان سمعنا اتصال من شوي كمان نقول له انه انت اول مين سجلت بالجمعية. كمان اتصال وبذكر بدون اسماء لو سمحتوا. معي راما. الو بشرى. الو بشرى. الو مرحبا. اهلا بشرى، تفضلي. لو سمحت انا بس حابة ادخل مداخلة صغيرة بهيدا الموضوع. هيدا الموضوع يعني بعض ابناء اسر الشهداء اللي عم يحكوا فيه في بعض منه مقتطفات صحيحة، ولكن اسم الشخص هو اللي غلط. كيف؟ لانه هيدول الاشياء اللي عم يحكوا عنها اسر ابناء الشهداء عم يحكوا عن اشكالات انهم سجلوا بيوت وعملوا امور وبعدين ما طلعت لهم صح. في شيء من هذا الصح، ولكن الاسم هو الغلط. المحامي القديم، ما حسمي اسماء طبعا انا، المحامي القديم هو اللي عمل بعض من هذه الإشكالات اللي عم يحكوا عنها الأسر. طبعا هو اتحاسب وتقدم على القضاء وانحبس لمدة شهر. بس رجاء يعني الأسماء اللي عم تطلع، أنتم عم تقولوا ما في داعي تشهير للأسماء، وأنتم عم تكرروا الأسماء وعم تطلع الأسماء. مو نحن اللي عم نكرر يا شيرين، يعني المتصلين ويا بشرى عفوا، ونحن عم نقول للناس لا تقولوا أسماء. يعني نحن ما عم نكرر، لا تقولي لي يعني نحن عم نكرر. أنا قدامي مجموعة كثير كبيرة من أسماء المكتتبين المستفيدين من سكن أسر الشهداء. يعني إذا بدي ضل أقول لك إياهم هن مجموعة طويلة، بس إذا بيسمح وقتكم بس عد شوي منهم لأنه كلها بوسائل. لا ما بدي أي اسم الله يخليكي، وما بعرف إذا عم تحكي عن نفس المشروع اللي بين إيدينا. طبعا مشروع أسر الشهداء اللي باللاذقية، مكتب شؤون الشهداء اللي بفرع اللاذقية. بس قلي لي إذا عم تقولي عندك معلومات. إنه هن الشقق يا بشرى، هن بشرى بشرى أيوة. بس قلي لي وين مكان العقار اللي عم نحكي عنه؟ في دمسرخو. وين؟ في دمسرخو ورا أورانج مول. طيب مين كان مستلم؟ اعطيني اسم. كان مستلم انه اول شيء المشروع اللي عم تحكي عنه انت، المشروع اللي عم تحكي عنه انت مين كان مستلم؟ حاليا مو حاليا، مين كان مستلمه؟ المشروع اللي عم تقولي تم الاكتتاب وتوزعت الشقق، هيك فهمت منك. لا لسه ما توزعت الشقق بشكل كامل، لانه لسه ما خلصت. هن اسهم هلا، هن الموجودين اسهم، اما الشقق لسه ما توزعت بشكل كامل لانه ما خلص المشروع بشكل كامل. البنايه الثالثه ما خلصت. طب على اي اساس انه حدا حيحكي بهيك موضوع ولسه الجمعيه كلها بشكل كامل ما خلصت؟ يعني ما فهمت. هلا انبنى بنايتين بهيدا الجمعيه، طب لسه الثالثه ما طلعت. هن على اي اساس عم يطلعوا يحكوا هذا الشيء؟ طبعا انا بعرف. طيب. على اساس يا بشرى ما بعرف اذا انت بصوره الموضوع تماما. نحن انت مزبوط عم تحكي عن بنايتين، توسع دمسرخو المشروع العاشر، بنايتين بشرى
حسب ما عم تقول الناس 64 شقة. حلو. ل1000 شخص، ل1000 عائلة 64 شقة. من وين هذا الحكي؟ من وين هذا الحكي؟ حضرتك مكتتبة، محامية، مطلعة بشكل كافي على المعلومات؟ طبعا أنا مطلعة بشكل كامل على هيدا الموضوع. وأنا بصفتك يعني كيف مطلعة حضرتك؟ بأي صفة؟ مطلعة بصفتي أنا قريبة وحدة مسجلة بهيدا ما بعرف أنتم عم تقولوا بدون ما أقول أسماء، فيني أقول اسم يعني ما بعرف ولا ما في داعي نقول أسماء؟ فيني من الاسم. أنا قريبة وهي مسجلة بالمشروع. سجلت بالمشروع وامورها ظريفه وسليمه. محاميه حضرتك شيء؟ لا ماني محاميه. فانا انزعاجي من الموضوع انه ليش هالتبلي هاد حرام الشخص اللي انذكر اسمه من شوي هاد افتراء وتضليل. طيب بشرى، بما انك انت معي على الهواء يا بشرى، انا معك تماما، بما انك حضرتك معي على الهواء فيني اعرف اسمك الكامل لحضرتك؟ ليه؟ لا انتوا عم تقولوا ما بدكم اسماء. لا اسماء ناس مو معنا، بس انت معي بدون اسمك. انا رح اقول لك يعني اكيد برحب باللي عم تقولي، بس انا رح اقول لك مثلا الاستاذ ابراهيم، رح اغفل كنيته، هو والد شهيد نقيب، تعرض ايضا دفع 1,000,000 ليرة، خصص على اساس بشقة، هي حسب المعلومات، وبعدين اكتشف انه ما عنده شقة. هذا اسم من مجموعة اسماء كثيرة عندي. هلا هيدا موضوع ممكن يكون عم قلك في بعض الامور ممكن تكون صحيحه. طيب. بس الشخص اللي عم ينذكر اسمه هو اللي غلط. طيب. لهيك انا عم قلك انه المحامي القديم اللي وصلت كان فكرتك بالمشروع. اي شخص مين الاسم اللي انت معترضه عليه؟ الشخص اللي عم يحكوا العالم عليه، اللي كل اللي طلعوا هلا ما حدا عم يذكر غير اسم هذا الشخص. قولي لي اياه. اللي هو بالحبس هلا؟ نعم. هو بالحبس هلا؟ لا ما صح الحكي. من وين أي حبس؟ ما حدا فيه. طبعا الموضوع هذا في تحقيقات بموضوعه، اما حبس مين هو؟ ما حدا بينحبس اذا ما اندان، والامور كلها صارت عند السيد الرئيس الله يحمي لنا اياه ويطول بعمره ويديمه. واكيد الامور مع الاثباتات والتوثيق كلياتها صارت بالصوره، والامور كلها توضحت. بس بحب خبر يلي حاول يا بشرى، قولي لي الاسم اللي عم تحكي عنه. بشرى انا اسم الشخص اللي عم اقول لك عنه انه هو عمل بعض الاشكالات. شو اسمه؟ سجن من سنه. لا الاسم اللي انت لا بشرى ليش ما بدك تسمي لي اياه؟ ليش؟ لانه انتم عم تقولوا ما بدكم تسميه. هلا انا عم اقول لك، هلا يا بشرى انا هلا عم اقول لك لي الاسم اللي انت بدي اجي مثل ما بدكم انتم. والله هلا سمي ولا ونحن ما بدنا نسمي. لا ايه بس بتدافعي عنه بدون ما تسمي اسم، هذا حقك. بس قولي لي الاسم. لا مو من دون ما دافع اسم. انتم عم تتهموا هلا شخص. مين هو اللي اتهمناه؟ اللي انت شايفه انه اتهمناه، بناخده هلا على الهوا. قولي لي مين هو الاسم. شخص قتلوا له ابنه من شهرين بشرى. وعم يحاولوا يا بشرى لا تفوتينا بقصص ثانيه. بشرى لا دقيقة لو سمحت. لا انت لو سمحتي اسمعيني لحظة بشرى. انت ما بتحب الظلم لو سمحت. يا بشرى ما معي وقت. يا بشرى فهمي علي كلمة لو سمحتي. بشرى اسمعيني لحظة. بشرى انت من اول اتصال عم تقولي انه في اسم تكرر على لسان الناس، مو لساننا نحن، على لسان الناس اللي اتصلت فيني يلي مدفع لهم مصاري ليطلعوا يحكوا هذا الشيء. مدفع لهم. طيب مين هو هذا الشخص؟ بس لحتى اقول لك بالاثباتات. لا حول. يا بشرى في اثباتات والله على عيني وراسي، عندك اثباتات، بس عم تقولي في اسم. ما بدنا نحرق. ليش خايفة تسمي؟ ما له خوف ابدا، بالعكس. لكن شو اسمه هذا؟ هيك اسم في هيك موضوع بدنا نضل عم نحكي على اسم. طيب شكرا. نذكر معي أكثر من 5 أسماء. بشرى ما بدك تقولي لي الاسم اللي أنت يعني تحفظتي على ذكره على لسان الناس. لا ما بدي أرجع أذكره لأنه حرام ينذكر. طيب شكرا إلك وصلت كاملة وجهة نظرك. ما بدك تقولي اسم. لا ليش لحتى ما أقول الاسم؟ خلص عم أقول لك شكرا إلك، يعني لا تقولي اسم، بس بتقولي عن عائلات شهداء، ناس عندها شهداء إنه قابضة. يعني انت بترفضي تقولي اسم بس بتشوفي عائلات شهداء قابضة. لا لحظة، لا مو هيك قلتي بشرى. لا لحظة، هلا قلت هيك بس انفهمت شيء ثاني. انا عم اقول لك هذا الحكي ممكن مو كل شخص عم يحكي معك يكون هو من اسر شهداء. شكرا لك بشرى، شكرا كثير لرأيك ولاتصالك. كمان اتصال. الو. ايوه الو بونجور، صباح الخير. اهلا وسهلا.
حبيب قلبي أنا ما أحكي معك، بدي بس عندي رسالة وجهة نظر. سوري أنا ما عندي حدا شهيد وكذا، بتمنى بس عندي وجهة نظر. ممكن معي أقل من دقيقة. إذا لها علاقة بالموضوع أهلا وسهلا فيك. علاقة بالموضوع سريعا. أنا ما أحكي معك. أول شيء نصار في تقسيم علام. أول شيء بالرحمة على كل الشهداء إن كانوا عسكريين ومدنيين، بس والله عيب من مافيات عم يصير فيها هيك. يعني هذول الشهداء بدل ما يعطوهم بيوت يا حرام قدموا يعني كل شيء بدمن وحياة رخيص لهالبلد، يصير فيها هيك. والله العظيم عيب. نحن عم نتعرض لإرهابيين وعم نتعرض لإرهابيين مافياوات صراحة عم يصير من تجار ولا غيرهم. يعني عيب خلي فيها ذرة شرف وكرامة. شكرا علام، شكرا كثير. شكرا لك علام. الحلقة ما خلصت اليوم. سنتابع بمزيد من الآراء والاتصالات على 1923 من أي موبايل 628 من أي تليفون أرضي. خليكم معنا. كانت تتلو دعاءها كل فجر للقائه، وعندما حان اللقاء جاءها مسجا بالعلم شهيدا جميلا. أهكذا يكون جزاء الشهيد؟ بكرة انت وجاي رح زين الريح، خلي الشمس مرايي والكنار يصيح، وجمع ناس وعلق واص بكل الشارع ضوي حكاية. بكرة انت وجاي يا حبيبي. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة من استوديو الشام، والتي عنوناها بالشهداء يموتون مرتين، تحقيق خاص من شام اف ام. كنا قبل الموجز استمعنا إلى مجموعة من الآراء حول هذه القضية الخاصة بشهداء اللاذقية، أسر شهداء اللاذقية، الأسر التي تقول إنها تعرضت لعملية احتيال كبيرة من مكتب أو من رئيس مكتب الشهداء السابق في اللاذقية. القضية تتفاعل لحظة بعد لحظة ونحن على الهواء. ينضم إلينا الدكتور بسام أبو عبد الله، المحلل السياسي ورئيس مركز دمشق للدراسات. صح دكتور بسام؟ مركز دمشق. أهلا بك. شو رأيك دكتور بسام؟ الحقيقة أنا تابعت يعني معكم كل الاتصالات وما تحدث عنه المحامين. القضية طبعا بحاجة إلى طبعا تحقيقات دقيقة. يعني أنتم عم تستمعوا لآراء مختلفة الحقيقة، لكن اللي ظهر إلي أنه هناك عملية احتيال بالتأكيد على أسر الشهداء. وهون خليني أحكي بجوهر الموضوع، أنه أن يصل البعض بغض النظر عن من هم هؤلاء، لا أستطيع أن أتهم أحد أنا مثلك، يعني هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق قضائي أو تحقيق وقيل حسب ما فهمت أن هناك لجنة متخصصة تتابع هذا الموضوع. لكن أن يصل البعض أو أن يبقى البعض في سوريا حتى الآن يتعاطى بطريقة هذا الفساد وهذه الدناءة في الأخلاقيات، وهو أمر أساسي وأحد أسباب أزمتنا في سوريا. ودعني أكون صريحا في هذه النقطة، نحن نعاني من أزمة أخلاقية. طالما أننا نتعاطى مع دماء الشهداء وناس ضحوا في هذه المعركة التي تستهدف كل سوريا، لا يوجد أحد يستثنى فيها، ثم ما يزال هناك من هم يجلسون على الكرسي بغض النظر أين هم هؤلاء، في اللاذقية أم في دمشق أم في أي مكان آخر، يتعاطون مع قداسة دم الشهداء الذين يجب أن نتعاطى معهم بمنتهى النبل ومع أسرهم وأبنائهم، وليس فقط شهداء إنما أيضا أولئك الذين الجرحى والمصابين الذين فقدوا يد أو قدم أو أصيبوا إصابات بالغة، وهؤلاء الذين يجب أن نعطيهم الأولوية، وهم بالنسبة للكثير من الدول. وأنا أعطيك هنا شاهدت تجربة في إيران يعني واطلعت عليها، هناك يعامل الشهيد معاملة القديس. ولذلك أخي قصي الأساس في هذه القضية ليس فقط التحقيقات والتفاصيل التي كنت أستمع إليها، الأساس هو هذا البعد الأخلاقي وهذه الدناءة الأخلاقية لدى البعض. وأنا أستطيع أن أصفهم بأنهم أكثر دناءة من الإرهابيين الذين يقتلون فينا صباح مساء، لأن هؤلاء يجلسون بيننا وثم يجلسون ويفكرون بطريقة دنيئة وبعقل
فاسد وساقط أخلاقيا. هنا المشكلة الأساسية التي يجب أن نتعاطى معها. لذلك أنا أقول فيما يتعلق بمسألة أسر الشهداء وهي أسر بسيطة وتبحث كما يقال يعني عن مأوى أو مسكن وهو حق لكل مواطن سوري، ولكن أسر الشهداء بالذات يجب أن نتعاطى معها، ويجب أن يكون من يتعاطى مع قضية الشهداء أن يكون راقي أخلاقيا ولديه قيم ولديه تواضع ولديه كل هذه القيم الأخلاقية التي نتحدث عنها. وأعتقد أن هناك أناس يجب أن لا تخضع قضية الشهداء إلى موظفين بيروقراطيين يتعاطون مع القضية وكأنها كأي قضية بيروقراطية في هذه الدولة. لذلك هذه القضية يجب أن تجعلنا نتحدث. أنا لا أريد أن أتحدث بتفاصيل القضية فليست لدي، يعني أنا أستمع إلى آراء مختلفة، هناك من يؤيد وهناك على ما يبدو فساد وكما يقال مجموعات مافيوية لا أعرف من هم هؤلاء الذين يتم الحديث عنهم، ولن نتطرق إلى أسماء لأنه في النهاية هناك قضاء يحقق أو هناك لجنة يجب أن تنفذها. ولكن أنا ما أود أن أطلب عبر شام FM أن تتحول هذه القضية أن لا تغلق كما أغلقت غيرها من القضايا، وأن تعتبر قضية رأي عام، وبالتالي من حقنا كمواطنين سوريين أن نعرف إلى أين وصلت هذه القضية، من المتورطين، ويجب الأسماء يجب أن تعلن في القضاء، لأن من ارتكب هذا العمل بغض النظر من هو وما هي نيته في الأساس، من ارتكب هذا العمل بحق أبناء الشهداء فهو أنا بتقديري أكثر إجراما من الإرهابيين الذين قاتل كل السوريين وقاتل الجيش العربي السوري ببسالة. يجب أن نحمي ظهور الشهداء ويجب أن نكون مع أسرهم ويجب أن نكون كلنا أسرة واحدة. أنا هذه النقطة الأساسية والجوهرية التي أردت أن أتحدث عنها، وهي قضية رأي عام ويجب أن تبقى قضية رأي عام. ولذلك أرجو من شام FM ألا أن يكون هذا الملف دائما يعني على الطرح، لنتابع على الأقل نحن كمواطنين سوريين ما الذي حدث في هذه القضية، والتي تخص أنت تتحدث عن أكثر من 100 أسرة أو الرقم 1000 أسرة، لا أدري القصي اللي عندي تقريبا 100 يعني 100 أسرة نحن نتحدث. فبالتالي البعض منهم يعني لاحظت أنه هناك بساطة في التعاطي، وهذا الأمر لا يجوز أن نترك هؤلاء في يد مافيات وسارقين ولصوص هنا أو من هناك. وبالتالي من حقنا أن نعرف ما الذي حدث في هذه القضية. هناك إحساس عام أن القضية في أيدي أمين الآن يتم التحقيق فيها، ولكن مع ذلك من حقنا كمواطنين سوريين أن نعرف إلى أين وصلت هذه القضية، وأن نطرح مسألة أسر الشهداء أن نخرجها من تداول كما يمكن أن نسميه للبروزة أمام الإعلام. يجب أن نخرج هذه القضية. هؤلاء قديسين هم وأهليهم ويجب أن نتعاطى معهم على هذا الأساس. جرح الجيش العربي السوري من مدنيين وجرح سوريا من مدنيين وعسكريين يجب أن نعطيهم الأولوية. وبالتالي أنا أدعو، ليس فقط البعض طالب بوزارة لشؤون الشهداء، أنا أدعو لتشكيل مؤسسة مجتمع مدني على نمط مؤسسة الشهيد الموجودة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يكون القيمين عليها أناس خيرين ذوي أخلاق حميدة وليست عملا وظيفيا. هذا ليس عمل وظيفي بيروقراطي تترك فيه أسرة الشهيد لتراجع دوائر الدولة ويتم التعاطي معه وكأنها كأي أحد آخر. هم ليسوا كأي أحد آخر، ولهذا أنا أدعو للتعاطي بمنتهى الرقي وبمنتهى بما يليق بأخلاقنا. لكن أن يوجد أناس حتى هذه اللحظة بعد هذه الدماء الغزيرة في سوريا يفكرون في هذه الطريقة، فهذه مشكلة حقيقية، وهذه أساس مشاكلنا في سوريا. صحيح. وهذا الفساد الأخلاقي أولا والمال، لأننا يجب أن ندرك أن هذا المال يأتي ويذهب، لكن في النهاية يجب أن ندرك أن هناك رب العالمين يرى عمل كل إنسان، ويجب أن نؤمن أيضا أن يكون لدينا قدرة إيمانية لنتجاوز هذه المرحلة، ولكن بلصوص وفاسدين لا يمكن لنا أن نتجاوز هذه المرحلة، ولا بد لذلك من اجتثاثهم. أنا أعتقد أن الفاسد والإرهابي هما صنف واحد، هذا يحمل السلاح وذاك يقتلنا من الداخل. ولهذا أنا أرى أننا يجب أن نعتبرها قضية رأي عام، وأن نطلع بعد فترة عن ما حدث لهؤلاء الناس. من هو البريء يجب أن نعلن ذلك، ومن حقه من اتهم طبعا ظلما وبهتانا، ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن نكون على اطلاع على ما يجري في هذه القضية. شكرا كثير دكتور بسام أبو عبد الله، رئيس مركز دمشق للدراسات، على كل هذه الإضافة وعلى هذه المداخلة. شكرا كثير لك. ومثل ما ذكر الدكتور بسام، برجع بذكر أمام قضية حساسة مثل هذه شام FM لا توجه اتهامات، شام FM فقط تطرح الأسئلة، تنقل القضية وتستمع لمختلف الآراء حول هذه القضية الشائكة، والتي نذكر أنها أمام القضاء الآن، لكن طرحها يعود لأكثر من سبب، لا سبب أهم من أننا أمام عائلات شهداء، أمام ما حدث معهم، نحاول الاستماع لهم.
طيب معي كمان اتصال على الهواء وبذكر على 1923 أو 662-8317. عائلة الشهيد محمد علي محمد، تفضل يعني بس بالبداية إذا تاريخ الشهادة والاسم الكامل وأي تفاصيل قبل ما تحكي لنا القصة. الشهيد النقيب محمد علي محمد استشهد في العمليات الحربية بحماه 5/10/2011، كان خاطب. الموضوع بما فيه لك انه على اساس لواء راقي عمار كان بدون اسماء بس بعد مكتب الشهداء في الجمهورية العربية السورية. المهم لأساس طلعنا لعنده على الشام وكذا وإلى آخره. قال خيو بدنا نحن نعمل سكن لأسر الشهداء. المهم قال على أساس في مكتب اللاذقية بدوار الزراعة. المهم جينا هذا من الأخير، جينا لعنده. قال أخي قلنا نعم. قال على أساس كل واحد منكم بده يدفع 2,000,000 ليرة مباشرة. قلنا له 2,000,000 ليرة يا سيادة اللواء ما معنا. قال يا أخي والله أنا على أساس بالمشروع العاشر هذا بناء وفرجانا هذا مصور هيك بناء. قال هذه برجية رقم العقار 4106. قال أنا خلال سنة أنا بسلمكم البيت للعظم. أنا شخصيا قلت له والله أنا ما معي. في ناس يا أستاذ دفعوا 2,000,000 في ما أبذل عنك. المهم آخر مطاف قلت له أنا تكون صريح ما عندي إمكانية لأدفع 2,000,000. قال يا أخي اصطفل. آخر مطاف قال لي أنا بعرفك وشغلات وغيره. قلت له يا أخي طيب ما بدنا نكون صريحي. قال شو عندك إمكانية؟ قلت والله ما أبذل عنك، يعني ما عندي إمكانية. في عندي شقفة أرض إذا بدي والله. قال خيو مهما كان بدك تروح تدبر مصاري. والله يا أستاذ ما أبذل عنك، في عندي شقفة أرض بشرفي بتسوى 1,000,000 ليرة بعتها ب500,000. يعني شو بدي ساوي؟ جينا قلنا له هي تفضل الأساس. قال يا أخي ليك من الأخير وقت اللي بدك تسلم الشقة بدك تدفع على أول فرنك وآخر فرنك، سامع؟ قلنا له يا سيدي أي ما بدك تسلمنا إياها؟ قال خلال سنة. قال أخي هاي في واحد اسمه إياد بكرة بينزل معك على المالية على العقارية بيسجل لك 2,400 سهم بالعقار 4106 بالمشروع العاشر باللاذقي. قلنا له طيب. اجى هذا إياد قال أخي أعطيني عنوانك. أعطيته عنواني. قال روح ادفع 500,000 بالبنك العقاري بهالرقم الحساب هذا. أعطاني رقم حساب. المهم دفعته بالبنك العقاري. قال هذا الحساب لمين؟ قلت له هو كاتب مشروع أسر، مشروع سكن أسر الشهداء. المهم أخذت الإيصال أعطيته نسخة وأخذت نسخة وليك النسخة معي. والمهم من الأخير قال خيو. قلت نعم. قال لي أنا خلص يومين بحكي معك. إجا إياد قال لي أخي. قلت نعم. قال لي بيطلع عليك بحدود 20,000 ليرة. هدول 20,000 قال هدول ضرائب بالعقارية وبالمالية. قال لي أنا بحكي معك خلص يوم 2 3 10 15 20. يا سيدي إياد قال لي خلص يا أخي. وآخر مطاف قال لي يا أخي أنت مبين عنك محترم. قلنا له أيوة. قال بدي حطك عضو باللجنة. قلت له أي لجنة هاد؟ قال لجنة تكون مشرف على البناء وإنه تشوف كيف الشغل عم يتم صحيح مو صحيح. قلت له يا إياد الله يخليك من الأخير خيو أنا معليش ماني فاضي للشغل. الله يرحمه لابني ويرحم كافة الشهداء ويحمي هالبلد. يا إياد الله يخليك معليش خيو سجل الاسم تبعي. أنا ماني بهالموضوع هذا. قال يا أخي اللواء هيك حكى. قلت له يا أخي ما قل لك الله يخليك ما لي مصلحة والله يا أستاذ ما بدل عنك. ضل ياخذني ويجيبني وياخذني ويجي. قال لي خلص وعد بدي أنزل أنا بجيبك بسيارتي. قلت له يا أخي ما تجيبني بسيارتك، ما تجيبني بسيارتك، أنا بنزل لعنك مباشرة. والله وكان الأمر يا أستاذ لا سجل لي أسهم والله ولا مع الأسف الشديد. نزلت أنا يوم من الأيام ولا لاقيت لك في شباب هيك مثلك أمن وما أمن. مرحبا يا شباب. قال أهلين. قال لي واحد منهم خير. قلت له أنا أبو شهيد. قال شو بدك؟ قلت له بدي شوف هون مكتب اللواء راقي عمار هيك هيك هيك. قال أيوة تعرفوا أنت لإياد؟ قلت له إيه بعرفه. قال لي دق له. قلت له يا شباب قولوا لي من أنتم؟ قال يا أخي نحن أمن من الأمن العسكري. المهم يا أستاذ ما بدل عنك رحنا دقيت له لإياد. مرحبا يا إياد. قال أهلين عمو كيفك يا إياد؟ قال نعم. قال لي وينك أنت؟ قلت له أنا قدام المكتب اللي تبعكم. قال أيوة مين في هناك؟ قلت نعم. قلت له أنا قدام المكتب يعني قدام البناية. يا إياد ليش سويت فيني هيك؟ قال لي خيو الله يخليك أنا ما دخلني. شو ما دخلك يا إياد؟ قال خيو أخذت منك مصاري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياد ليش عم تحكي الكلام؟ ولك نحن على أساس ولك هذا دم الشهيد. من الأخير وقال لي خيو أنا ما لي علاقة تحكي مع اللواء. طيب شكرا كثير لاتصالك وشكرا كثير على هاي المعلومات. طيب معي كمان اتصال من أحد اللي ذكر اسمهم على لسان متصلين بهاي الحلقة، الأستاذ حسن جريعة معي.
مرحبا، عضو المكتب التنفيذي بمحافظة اللاذقية الأستاذ حسن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. يمكن وصلك خبر لأنه عم تتصل فينا أنه ذكر اسمك خلال الحلقة، حق الرد إلك، تفضل. ألو. تفضل أستاذي. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أنا حسن جريعة، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية. أهلا وسهلا. أنا مكتبي اسمه مكتب الإسكان والأبنية المدرسية. أيوة أستاذي أنت ما عم تسمعني من التلفزيون، يمكن فعم يتأخر الصوت، اسمعني من التليفون بعد إذنك. يلا أنا حسن جريعة، عضو مكتب تنفيذي لقطاع الإسكان والأبنية المدرسية. أهلا وسهلا. بالتالي أنا الأراضي التي توزع من مجلس مدينة اللاذقية والجمعيات أنا يفترض أني أعرف فيها أو أتمر عليه. موضوع سكن ذوي الشهداء، أول شغلة الله بنترحم على الشهداء أو بنطلب من الشهداء يترحموا علينا بالأحرى. القيادة الحكيمة لسوريا أعطت الشهيد حقه، وطبعا بيستاهل أكثر من هيك، لكن وجود أشخاص، طبعا أنا ما رح سمي مثل ما سميتوني أنتو. مو نحن أستاذي، أنا ما سميت حدا ولا شام اف ام سميت، اتصال اللي سمى، ولو فينا كنا شوشنا على الصوت بس هوا هذا. ماشي، ولا يهمك. وهي أنت معنا لحتى نسمع كامل رأيك. الله يسامحني يا سيدي. تفضل. أنا الرجل اللي فتح الملف، وأنا اللي حققت بالملف، وأنا عندي 122 وثيقة تثبت أنه هذا الملف كذب وزور وبهتان، وليس لدي أنا جمعية اسمها جمعية ذوي الشهداء ولا أسر الشهداء، ليس لدينا قيود لهذه الجمعية. هذه الجمعية مزورة، وهي تظلم الشهيد وذوي الشهيد وتقتله 100 مرة وليس مرتين، هذه الجمعية. لكن المتصلين على ما يبدو هن من الناس اللي تضرروا مني ومن شغلي، وتضرروا من اني انا فتحت الحقائق امام الرأي العام وامام اللجنة. طبعا الدولة ارسلت لجنة برتبة عالية جدا، وهي لجنة حرفية، وقاموا باجراء التحقيقات، ووصلت لهم كل الوثائق التي يجب ان تصل الى هذه اللجنة، واللجنة صارت مطلعة على كل تفاصيل وحيثيات القصة، وهي اليوم قيد التحقيق. هناك ناس في السجن، كثيرين اللي هن بالسجن ومعروفين طبعا. هناك حجوزات على عقارات وعلى أموال وعلى أرزاق كل من ساهم في هذه الجريمة النكراء التي قام بها. من قام بها ما بعرف، أنا ما من بدون ما نسمي. صحيح. أنا ما بغلط هالغلطة اللي غلطة غيري. يلي توقفوا بالسجن صدر من النيابة العامة باللاذقية، صدر فيهم قرارات بحجز أموالهم ووضع إشارات قصر تصرف على أموالهم وأموال زوجاتهم، لأنه في منهم مثل الشخص اللي متهم اللي كان مدير مكتب شؤون الشهداء، ليس في اللاذقية، في سوريا. ليس هو مدير مركزي على مستوى سوريا يا أخي. في أخطاء كتير عم تنحكى. أنا اسألني ما تشاء عن هذا الملف. كتير منيح. أنا بدي أعرف منك شوية معلومات. بدي أعرف كم عائلة أولا، عن كم عائلة عم نحكي تعرضت لهذه العملية؟ العائلات بالمئات، لكن في قصة هون طويلة. الأرض أخذوها هن على أساس لأسر الشهداء، لكن من دفع ثمنها ليس مكتب شؤون الشهداء، دفع ثمن الشخص اللي هو موقوف ويلي معني بالحديث، اللي كان مكتب مدير دفع بإيصال رسمي، وهذا أول خطأ ارتكبوه. نحن من هون ابتدأنا نكتشف القصة. هذا الموضوع الذي يجب أن يحول تحويل من الدوائر بتشتغل بالتحويل، حضرتك بتعرف، من مكتب شؤون الشهداء إلى مجلس مدينة اللاذقية يحولوا عبر المصرف المركزي، ما بصير يدفعون بإيصال رسمي. لما دفع بإيصال رسمي صارت الأرض له، فإذن هو اللي اشتراها وليس مكتب شؤون الشهداء، وبالتالي قام بتوزيع هذه الحصص يلي هي 2400 سهم للعقار 3656، 2400 سهم للعقار 3641، 2400 سهم للعقار 4106 توسع دمسرخو العقاري. هذه العقارات الثلاث يا سيدي الفاضل اشتراها هو الشخص المعني المشكو منه باسمه، دفع إيصالات باسمه، حتى كان سعرها 79 مليون، تم تخفيضها كرما لعيون ذوي الشهداء ل9 ملايين. هذه القصة لم يستفد منها ذوي الشهداء، استفاد من 70 مليون. هو 70 مليون اللي وفرت الدولة عليه وباعته أقل من سعره ب70 مليون، ما استفاد منها الشهيد ولا ذوي الشهيد، استفاد منه هو شخصيا، وصار ياخذ الحق مرة ثانية وحق الأرض مرة ثانية. على كل هالثلاث عقارات اللي ذكرت لك أرقامهم، أنا هذا الموضوع لا قدامي أوراق ولا شيء، عم حكيك لأني أحفظه عن ظهر قلبي. هذه 3 عقارات تم تسجيلها باسمه، نقل ل7 أشخاص، أحدهم قريبه، والثاني سائقه، والثالثة زوجة سائق. وطبعا أنا أحفظ أسماء عن ظهر قلب، بس ما بدنا نذكر أسماء بعد إذنك. تماما، ما لا يهمك، أنا إعلامي قبل ما أشتغل بالمكتب التاني. أهلا وسهلا فيك.
هو شخص، الثاني سائقه، الثالث زوجة سائقه، الرابع صديقه كان ضابط هو وياه وتسرحوا سوا، الخامس قريبه ابن أخو مرته، السادس ابنه يلي توفى بحادث السيارة، السابع شخص بدمشق. اللجنة ما رح سميه لأنه شخص مهم، اللجنة بتعرف منه، اللجنة اللي عم تحقق، ولجنة حرفية مهنية. طيب أعطت الناس حقوقها على بما أنك ذكرت هذا التفصيل تحديدا. نعم. وعم تقلنا أستاذ حسن أنك نعم. مطلع على الملف. طبعا. المتورطون بعضهم في السجن، يعني أمام القضاء، رح يصيروا أمام القضاء. نعم. والبعض الآخر مثل ما قلنا المحامي، نعم. أصحاب نفوذ وفي الخارج. نعم. عندك خوف من أنه لا تعود الحقوق لأصحابها؟ أبدا، ليس لدي أي خوف، لأني أنا مطلع على إجراءات التحقيق اللي قامت فيها اللجنة المشكلة من دمشق. ما بنعرف من مين تشكلت، بس على ما يبدو أنه كبير كتير اللي شكلها، مع احترامي لكل الناس. مشكلة لأنه رتبة كبيرة اللي إجت. اللجنة اشتغلت بحرفية متناهية واشتغلت بدقة، وصار عندك كل المعلومات، وستقدم الناس إلى المحاكمة العادلة. ما في أدنى شك بهالحكي. الناس اللي عائلات الشهداء اللي تعرضوا لهي العملية، نعم. عندهم خشية من أنه يطوى هذا الملف كما طوي غيره. نعم. بالذات خلال هذه الحرب. سيدي، كان عندنا أشخاص مهمين جدا من القيادة من دمشق منذ أيام، وأنا اجتمعت معهم وقلت لهم نفس الحديث. قلت لهم هناك ارتياح لدى المزاج الشعبي العام في محافظة اللاذقية من أن الدولة أرسلت لجنة عالية المستوى، وقامت هذه اللجنة بالتحقيق بحرفية متناهية، واطلعت على كل الأوراق وكل المعطيات. لكن عندنا خوف انه هالملف ينطوى كما طوي. انا اعطيتهم اسماء، كما طوي فلان وفلان وفلان وفلان. قال لي والله لن يطوى، لانه السيد الرئيس شخصيا متابع الموضوع. رح أسألك سؤال تاني أستاذ حسن، بما أنك عم تقول أنت من بدأ بملاحقة هذا الموضوع. طبعا أنا وبقدر إذا ما جاوبتني. طب لا، ما تخاف، رح جاوبك. هل لديك خشية على حياتك؟ تماما. أنا هددت بالقتل والخطف، وما زلت أهدد كل لحظة وكل دقيقة، كل يوم. وراقبوني ولاحقوني سيارات، وإجاني اتصالات من تليفونات، وهددوني بمكتبي وبشغلي بالقتل والخطف. وأنا أخشى على حياتي، لأنه الموضوع يا سيد الفاضل يتجاوز 1,000 مليار ليرة. لما أنت بتشلح أشخاص ذوي نفوذ 1,000 مليون، أكيد رح يحاولوا يقتلوك ويرتاحوا منك. بس أنا ما عندي مشكلة، أنا بكون شهيد الشهداء لأني حصلت حق الشهداء، ما عندي أي مشكلة. أهلا وسهلا فيهم. 1,000 مليون ليرة سوري. نعم، أنا مسؤول عن الأرقام كمان. خليني يحبسوني أنا إذا غلطت. شكرا كثير لك أستاذ يا سيد حسن. الفاضل، هناك في شغلة بحب ألفت نظرك عليها. تفضل. نحن من لما خلقنا ونحن بنسمع أنه القانون لا يحمي المغفلين. أنا أستغرب أن يكون هناك قضاة مغفلين وأخذوا من هاي الشقق رشاوى، قضاة مدنيين وعسكريين، وهناك محامين عامين ونواب عامين أخذوا شقق لحتى فرجيك أني أنا ما بخاف، لحتى فرجيك أني أنا مسؤول عن كل شيء بحكيه، ولحتى فرجيك أني أنا اللي فتحت الملف. هناك قضاة كبار وكبار كتير كمان متورطين، أسمائهم عندي، بتحب أبعث لك الوثائق على الفاكس، أنا جاهز. شكرا كثير لك، شكرا لكل هذه المعلومات. بنرجع بنقول مثل ما الأستاذ حسن اتصل فينا، أي شخص ذكر اسمه عن طريق أحد متصلينا له حق الرد. وبذكر أنه نحن ما عم نذكر أسماء. بدي استقبل مباشرة عبر الهاتف مدير الإدارة السياسية اللواء أسامة خضور. سيادة اللواء، أهلا بك في شام اف ام. يا أهلا وسهلا. يبدو أن لديك ما تخبرنا إياه في هذا التحقيق على الهواء. تفضل. حقيقة ما أود يعني الحديث به في حول هذا الموضوع هو أن التأكيد بأن حقوق الشهداء مصانة وخط أحمر بالنسبة للجميع، والكل طبعا اطلع على هذه القضية. وأنا أريد أن أؤكد في هذا السياق بأن هذه القضية هي قيد المعالجة، وأن هناك لجنة عالية المستوى شكلت من القيادة لمتابعة إجراءات هذه القضية، وهذه اللجنة أنجزت أعمالها وتوصلت إلى نتائج هامة ونهائية فيها كل التفاصيل وفيها كل الأسماء وكل الحيثيات اللي لها علاقة بهذا الموضوع. وبالتالي كل الحقوق العائدة لأسر الشهداء ستكون مصانة، وكل من له حق بهذه القضية سيحصل على حقه، وهذا يعني نستطيع أن نؤكده بشكل قاطع. أضف إلى أن كل المعنيين بهذا الموضوع
هم الآن موقوفون. جميعهم جميع الذين لهم علاقة مباشرة بهذه القضية هم موقوفون وسيقدمون إلى القضاء الذي سيقول كلمته بهذا الموضوع. ونؤكد أن هذه القضية لن تطوى كما سمعنا في بعض المداخلات، وهي موضع اهتمام القيادة. وأؤكد مرة أخرى بأن كل الحقوق ستعود لأصحابها. سيادة اللواء، بفهم منك القضية لن تطوى، نحن أمام قضية محقة. هناك أكيد. من هم أمام القضاء، لكن يعني عم تقول الناس في قسم، وانت قلت لنا اللي متورط بشكل غير مباشر لا يزال طليق. هل هذا يعني انه بسير التحقيقات اللي ما بدنا نتدخل فيها من الممكن ان يعني تطال اسماء متورطة بشكل غير مباشر؟ هذه اجراءات قضائية، لن يكون هناك غطاء على اي احد له علاقة او هو مدان في هذه القضية ايا كان سيادة اللواء، بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. أنا قلت أن لا غطاء على أحد، القانون سيأخذ مجراه، وهذه قضية وطنية وقضية موضع اهتمام القيادة، ولا يوجد أي غطاء على أحد، وحقوق الشهداء كما قلت خط أحمر. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء أسامة خضور، مدير الإدارة السياسية، على هذه المداخلة والإضافة. بدي أشكرك كثير. شكرا جزيلا لك. إذن يعني حسمنا ياها سيادة اللواء، القضية محقة والقضية موجودة ولن تطوى، وفعلا هناك متورطين كثر، متورطين أمام القضاء ومتورطين لا يزالون خارج القضاء. لكن مثل ما سمعنا من سيادة اللواء هناك لجنة تعمل لتحضير كامل الملف وكامل القضية والاطلاع على كامل حيثياتها. يعني بعد تقريبا ساعة ونص من الهواء الخيوط عم تتجمع، سمعنا شهادات ناس كتير، سمعنا آراء مختلفة، سمعنا كتير من التفاصيل ويمكن لسه في كتير تفاصيل لازم تنحكى. يبدو انه لسه معنا اتصال قبل ما نختم الهوا ونغلق الملف، وبتتصلوا فينا على 1923 او 628 317. الدكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب في اللاذقية وأيضا عضو اللاذقية فريق واحد. دكتور سمير، قلب واحد عفوا. دكتور سمير أهلا فيك. أهلا فيك أستاذ قصي. يعني مثل ما سمعنا دكتور سمير، وأنت عضو مجلس الشعب باللاذقية من مدير الإدارة السياسية في هذه القضية، بس يبدو أنه أيضا الموضوع وصل للسيد وزير العدل بلقاء مع أسر الشهداء. إذا عندك تفاصيل عن هذه النقطة تحديدا. أولا تحية لك ولكل العاملين في محطة شعب FM التي نكون لها كل الاحترام والتقدير. شكرا جزيلا. أخي قصي، عندما طبعا أنا ليس لدي كهرباء في المكان الموجود فيه منذ فترة، ولا أعلم حول ماذا كان يدور الحديث بشكل عام، لكن سأدلي بما وصل أو بما بين يدي من وثائق. عندما نتحدث عن الشهداء، نحن لا نتحدث عن خطوط حمراء فقط، وإنما نحن نتحدث عن أقدس مقدسات الإنسانية. أنت تعلم جميع الديانات البشرية تحدثت عن قيمة الشهادة في سبيل الوطن. لذلك عندما نتحدث عن هؤلاء الأبطال يجب أن نتحدث بكل الإجبار والإجلال والتقدير لما قدموه من أجل الحفاظ على وحدة الوطن ومن أجل وأد الفتنة الطائفية والمذهبية البغيضة في سوريا. هؤلاء قدس الأقداس بالنسبة لنا، هؤلاء من قيل فيهم أكرم من في الدنيا، وهؤلاء من قيل فيهم أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك هذا الحديث في هذا الموضوع هو حديث أخلاقي أكثر مما هو حديث مادي. بالنسبة للملف، أنت تعلم بصفتي أنا الأمين العام لتجمع اللاذقية قلب واحد، كنا قد دعونا السيد وزير العدل لزيارة التجمع وقد لبى مشكورا الدعوة، وفي جدول الزيارة كان هناك لقاء مع أهالي الشهداء ذوي الشهداء طبعا وأهالي الموقوفين والمخطوفين، وكانت لفتة جميلة أن يكون جميع هؤلاء في المكان نفسه وبجوار بعضهم البعض، والكل عبر عما يجول في نفسه تجاه قضيته، رغم أن هناك متناقضات في هذه القضية، لكن الكل كان يتعامل معها بمنتهى الحس الوطني والأخلاقي تجاه الآخر. بالنسبة لهذا الملف، أسر الشهداء المتواجدون في هذا اللقاء
تحدثوا بشكل كانوا متألمين جدا، وتحدثوا بعصبية وبانفعال هائل جدا حول هذه القضية. كان لدينا بعض المعلومات عن هذه القضية، لكن لم تكن لدينا وثائق كافية. في نهاية اللقاء طبعا السيد الوزير اهتم في الموضوع وأخذ الوثائق، وسيتابع وعد بمتابعة الموضوع أيضا. لكن نحن كتجمع اللاذقية قلب واحد طلبنا من الأهل أن يأتون بالوثائق التي بين أيديهم، وبالفعل جاءتنا وثائق غير قابلة للشك. وأنا هنا أخي قصي لا أتهم أحدا على الإطلاق، لست محاميا ولست قاضيا، وإنما أقول ما لدي من وثائق. نعم. ما لدي من وثائق تؤكد أن هذه العقارات الثلاث يلي هي مزينة بالأرقام 3641 3656 4106 في توسع دمشرخو، هذه العقارات هي مسجلة باسم شخص كانت، ثم هذا الشخص نقل هذه الأسماء إلى مجموعة من الأسماء من العاملين في مجال عمله وخارج مجال العمل. في بعض الإشكالات في هذا الموضوع، منها مثلا طريقة دفع لشراء العقار، هي تدفع في المصرف لحساب أشخاص وليس لحساب مكتب الشهداء. يعني عندما يأتي أي مواطن من ذوي الشهداء لشراء عقار أو اكتتاب على عقار، يذهب يدفع مثلا الدفع ولتكن 500,000، يذهب إلى المصرف ليدفع الحساب، لم يكن الحساب أو رقم الحساب مخصص لمكتب الشهداء، وإنما لأسماء لأشخاص. يعني هذه ملاحظة يعني لابد من التوقف عندها. يعني. اثنين، كان البيع بطريقة أسهم. لم أسمع أن هناك في تاريخ سوريا أن هناك شهيد بيع أسهم، وإنما يخصص الشهداء بشقق. صح ولا لا؟ صحيح. طب أنا عفوا دكتور سمير إذا عم أقاطعك، لأنه يعني معلوماتك مهمة لكن ذكرت سابقا. اسمح لي أنا أسألك في أنا بعتذر لأني أنا ما كنت معكم على الهواء، ما في كهرباء. أكيد. أنا بس بدي أعرف منك، نحن نتحدث عن عائلات شهداء وأغلب شهداء سوريا من الفقراء، لكن هذه العائلات من اطلاعك على الملف باعت أراضي، باعت ما تملك، ويمكن استدانت في بعض الحالات للاستفادة من هذه الشقق. صحيح؟ هذا الكلام دقيق. يعني جميع ذوي الشهداء الذين راجعوا مكتب تجمع اللاذقية قلب واحد كانوا يقدموا لي وثائق حتى الأراضي التي باعوها وخسروا بها في سبيل الحصول على شقة سكنية. هم فعلا دخلوا في مأزق، انتقلوا من مأزق إلى مأزق إلى مأزق، والبعض دفع إيصال ليس له أي مستند قانوني هذا الإيصال. يعني دفع أموال ليس لها أي مكان أو سند قانوني ليتم تحصيلها حتى في هذه الحالة. يعني أصبح هناك تجني كبير حصل على هؤلاء الشهداء وذوي الشهداء. لذلك نحن نعتبر هذه القضية هي قضية تمس كل أخلاقيات المجتمع السوري، ونضع هذه القضية برسم القضاء. وأنا أعود وأؤكد، أنا لا أتهم أحدا على الإطلاق. من كان له علاقة بهذا الملف يجب أن ينال عقاب، وعقاب شديد جدا، ومن كان خارج هذا الملف يجب أن يخرج من السجون. أنا لدي معلومات أن البعض ممن هو قيد التوقيف الآن هو يتمتع بأخلاقيات البعض، أقول وخاصة من العاملين في البلدية. يعني بعرف أن هناك شخص يتمتع بأخلاقيات عالية، والجميع يقول أن هذا الشخص سلوكه سلوك انضباطي أخلاقي على مدى سنوات طويلة، ولا يمكن أن يكون. أتمنى أن لا يكون هنا أن لا نزر وازرة وزر أخرى. شكرا كثير لك دكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب والأمين العام لتجمع اللاذقية قلب واحد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا لكل من تواصل معنا. أذكر قبل أن نختم الحلقة، شام اف ام لا تتهم أحدا، وتؤكد على أن حق الرد محفوظ لأي اسم ورد على لسان المتصلين على الهواء مباشرة. شام اف ام لم تذكر أي اسم ولا نوجه اتهامات ولا نتعاطى مع هذا الملف أو هذه القضية إلا لأنها تخص أولا أسر شهداء. سمعنا شهيد عمره 24 سنة، شهيد عمره 22 سنة، عائلات من الفقراء والشهداء السوريين اللي عم يقولوا أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة بعد ما استشهدوا أولادهم، أزواجهم،
أخواتهم أحيانا أيضا بيرجعوا بيتعرضوا كما يقولون لعمليات نصب كبيرة. الملف لا يزال مفتوح وأمام القضاء. شكرا لجميع الضيوف الذين اتصلوا لحالهم فينا. شكرا يعني من مدير الإدارة السياسية لزوجة شهيد ربما أو أخ شهيد. شكرا لتعاونكم وشكرا لاتصالاتكم ولكل ما ذكرتموه خلال هذه الحلقة. هذا التحقيق الخاص أنجزه فريق شام اف ام. أذكر صفاء مكنا، ماهر مونس، أحمد الحموي، سعد سواس. قدمت الحلقة، بتصور ذكرنا الكل، قدمت الحلقة قصي عمامة. شكرا لمهند، شكرا جزيلا مهند في الإخراج. هكذا تنتهي حلقة استديو الشام لهذا اليوم. التحقيق الذي قدمناه، الشهداء يموتون مرتين. إلى اللقاء. كانت تتلو دعاءها كل فجر للقائه، وعندما حان اللقاء جاءها مسجا بالعلم شهيدا جميلا. أهكذا يكون جزاء الشهيد؟ بكرة انت وجاي رح زين الريح، خلي الشمس مرايي والكنار يصيح، وجمع ناس وعلق واص بكل الشارع ضوي حكاية. بكرة انت وجاي، انت وجاي يا حبيبي. كل ظروفك ما تعنيني، مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني. لا مو طبعي أترجاك وأحنش فيني، وحده ربي يأمر على راس وعيني. حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني، مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني. لا مو طبعي أترجاك وأحنش فيني،